جاية. ده مين اللي هيجيلي الساعة دي؟ ازيك يا مرات اخويا، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلوا اقعدوا على ما اجيب لكم حاجة تشربوها. امال اخويا فين؟ لسه في الشغل ولا ايه؟ ايوه يا حبيبتي لسه في الشغل. اجيب لكم حاجة تشربوها وجاية. براحتك يا حبيبتي، ده بيتنا. ربنا يستر. ماما. نعم يا حبيبتي. ممكن نروح نلعب يا ماما؟ ايوه طبعا، قوموا العبوا في الحتة اللي انتوا عايزينها. بس احنا خايفين يا ماما لا خالته تزعق. تزعق ده ايه يا ولا؟ ده بيت خالكوا، روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. ايه حاضر يا ماما. ايه اللي حصل؟ ايه صوت التكسير ده؟ لا مفيش حاجة يا حبيبتي. مفيش حاجة ازاي بس؟ ده في صوت حاجات عمالة تتكسر. ايه ده؟ امال الولاد فين؟ الولاد دخلوا يلعبوا جوه شوية. بس انا سامعة حاجات عمالة تتكسر. لا يكونوا بيكسروا في الحاجة. نعم، انت تقصدي ايه؟ انت قصدك ان انا عيال عفاريت وما بيريحوش ويكسروا لك بيتك؟ لا يا حبيبتي، انت فاهماني غلط. ده انا خايفة عليهم. في صوت حاجات عمالة تتكسر، ممكن يعوروا نفسهم. لا يا حبيبتي، انت مش خايفة عليهم ولا حاجة. انت خايفة على شقتك وعلى عزالك وعلى حاجتك. ايه بس اللي بتقولي ده؟ انت فاهمانه غلط والله. لا بقولك ايه، انا فاهماكي كويس قوي. على العموم، انا جايه بيت اخويا ودول ولادي، ويعني بيت خالهم، يعني يعملوا اللي هم عايزينه. بس عايزه اقولك بقى على حاجه، طالما انت مش طايقاني ولا طايقه عيالي في بيتك، انا ما عدتش هاجي بيت اخويا ده تاني. ايه بس اللي حصل لكل ده؟ انا كل اللي قلته ان في اصوات حاجه عماله تتكسر. ممكن هم كمان يعوروا نفسهم باللي بيكسروه ده. انتوا يا ولاد تعالوا هنا. نعم يا ماما. يلا بينا عشان هنروح من البيت ده ومش هنجي تاني. وانا بقى يا حبيبتي ليا كلام تاني مع اخويا. هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟